وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وليس معناه أن الرجل يصلي بالشورت كما يسمونه اليوم، هذا غلط، وهذا للأسف شيء شائع عند الناس. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم. هل الشورت هذا زينة تدخل فيها للمسجد؟ هذه حقيقة قلة أدب، ونوع من قلة الحياء، ونوع من قلة تعظيم بيوت الله جل وعلا. هل تستطيع أن تذهب الشورت إلى زواج ابن عمك؟ ما تروح. لكن لماذا بيت الله عز وجل لا تعطيه حقه؟ لماذا لا تعظم بيت الله جل وعلا؟ فلذلك ينبغي على الآباء أن يربوا أولادهم منذ الصغر، ما يجيبوهم في المساجد بالشورتات. ولدك صغير عمره 4 سنين لبسه ثوب، يقول لك ليش؟ يقول هذا المسجد يا ولدي، هذا بيت الله، هذا أعظم من أي بيت. لكن للأسف الآن لا الآباء يربون أولادهم على السنة، ولا الأمهات، ولا الآباء أنفسهم يتربون على السنة إلا من رحم الله. تلقى رجال عمره 40-50 يجي للمسجد بالشورت، وأردع منه إذا كان الشورت قصير، فخرجت فخذه بطلت صلاته، لا صلاة له باتفاق المذاهب الأربعة، بل قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم. بل أصحابنا الحنابلة يرون أنه يجب مع تغطية ما بين السرة والركبة إنك تغطي منكبك في الصلاة، للحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة: وليس على عاتقيه منه شيء. فالواجب الحذر، وهذا يخصون به الفريضة في القول المشهور عند أصحابنا الحنابلة، وهو دائر بين السنية أو الشرطية أو الوجوب. والعلماء كلهم متفقون أنه ينبغي على كل حال أنك تغطي جسمك الأعلى. فهذا الذي يأتي وهو بفنيلة علاق وتلقى آباطه طالعة في الصلاة، هذا قليل الحياء، ما يستحي لا من الله ولا من الناس. وأردى منه لما تجي وريحة آباطه أسنان ولا شعر أبطيه والعياذ بالله نصف متر، لا هو متبع للسنة في لباسه، ولا هو متبع للسنة في نتف آباطه أو حلقها. فيا أخوان ربوا أولادكم على السنة. 40 يوم لك حد في مثل هذه الشعور، وينبغي أن نحرص ونربي أولادنا على اللباس المهم والحسن في الصلاة. لا تجيب أولادك بالسراويل القصيرة إلى المسجد ولا إلى مجالس الرجال، عودهم على الملابس، ملابس الرجال والملابس الإسلامية التي ينبغي أن يلبسها الشباب. وكل بلد بحسب لباسه، لكن يلبس الإنسان في المسجد اللباس الحسن في ذلك البلد، والله أعلم.